أنا الحمد لله مقتدر ماديا، وهجيب لبنتك كل اللي هي عايزاه. وزي ما انتوا عارفين أنا عندي بنتين، الصغيرة قاعدة هنا مع أهل مامتها، والكبيرة قاعدة معايا هناك. بس أنا نفسي بناتي يتجمعوا في بيت واحد، وعشان كده عايزة أتجوز ونعيش كلنا هناك في بيت واحد مع بعض. أنا عندي بيت كبير أوي هناك، وهجيب لسارة البيت اللي هي عايزاه هنا، ولو حصل نصيب الشبكة اللي هتقولوا عليها هجيبها. أنا قاعد هنا حوالي 12 يوم، عايز أشبك قبل ما أسافر وأرجع بعد 7 شهور أتمم الجواز. لحظة واحدة، أنا هنادي سارة. أهلا أهلا، نورتي يا عروسة. تعالي يا سارة اقعدي هنا. انتي بتدرسي في ايه يا سارة؟ أنا في سنة تانية كلية الآداب. ما شاء الله ما شاء الله. بصي يا سارة، لو حصل نصيب أنا هعملك كل اللي انتي عايزاه. أنا عايزة أكمل تعليمي. مفيش مشكلة، ممكن تكملي تعليمك هناك في البحرين. هيا سارة، لو عايزة تسألي على أي حاجة أنا تحت أمر. هما بناتك عمرهم قد إيه؟ واحدة 15 سنة والتانية 18. وعلى فكرة هما لطاف قوي وهيحبوكي جدا. ها قلتي ايه يا سارة؟ مش عارفة، أنا محتاجة أفكر شوية. ماشي يا سارة، وأنا تحت أمركم في أي حاجة. أنا هستأذن دلوقتي وهستنى منكم تليفون. أنت شرفتنا. الله يشرفك يا حاج. مع السلامة. الله يسلمك. هيا يا سارة يا بنتي قلتي ايه؟ مش عارفة يا خالو، بس هو كبير قوي. أنا مش حاسة إنه قد بابا. بصي يا بنتي، أنا مش عايزة أضغط عليكي، بس في نفس الوقت خايفة نضيع فرصة يمكن تكون مناسبة ليكي. وزي ما شفتي يا سارة يا بنتي، الراجل بيقولك هيعملك كل اللي انت عايزاه. بس أنا تقريبا من عمر بنته. طيب يا سارة، خدي وقتك وفكري وردي علينا.